صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل كيكه شوفان، كيكه صحيه جدا هتعجبك. بس لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. كيكه الشوفان النهارده تنفع لولادنا، تنفع اللي هما بيعملوا نظام رجيم. بجد يعني اعمليها بجد هتعجبك، مش هتخنك مش هتزودك، بالعكس دي هتديكي طاقه، هتديكي باور كده. وبعد كده بقى نخش على الوصفة بتاعتنا، عبارة عن 2 بيضة. هنحط 2 بيضة في الخلاط وكوباية لبن وكوباية الا ربع زيت. وبعد كده هنحط 3 موزات. انت عندك الموز كبير شوية كده، ممكن تحطي 2 موزة بس. بديل السكر اللي احنا هنحطه النهاردة الموز ومعلقة العسل، عسل نحل عادي. تمام. يبقى حطينا ايه في الخلاط؟ حطينا 2 بيضة وكوباية لبن، كوباية الا ربع زيت، وبعد كده حطينا 3 موزات صغيرين، وبعد كده حطينا معلقة عسل. لو الموز كبير شوية ممكن تحطي موزتين او موزة واحدة، بس انا كنت يعني ايه مخليهم 3 موزات كده علشان يعني تبقى مسكرة شوية كده عشان الولاد يعرفوا ياكلوا، عشان هما طبعا واخدين على الكيكيهات العادية اللي احنا بنعملها بالشوكولاتة، وبنحط طبعا كوبايتين سكر في الكيكة بتاعتنا العادية. فطبعا يعني لو انا قللت الموز شوية ممكن ما كانوش ياكلوها. يبقى احنا كده خلطنا الخليط بتاعنا في الخلاط. وبعد كده المكونات بتاعتنا بقى بديل الدقيق، الشوفان وجنين القمح. حطينا 250 جرام شوفان طحنته في الكبة، يعني الطبق اللي قدامكم دوت نص كيلو شوفان طحنته كويس جدا. وبعد كده خدت نصهم بالظبط، وبعد كده نزلت بكوباية جنين قمح. الشوفان دوت انا طحنته في الكبة. تمام. بعد كده نزلت بكوباية شوفان، بكوباية قصدي جنين قمح بعد الشوفان بس كده. وبعد كده هنحط كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا وكوباية زبيب. انا ما كانش عندي مكسرات حطيت لها زبيب. يعني الوصفة ديت لو انت عاملة رجيم او مثلا حد مثلا عنده السكر ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ونفسه ياكل من الكيكة ديت، ما تحطيش زبيب، تحطي مكسرات بس. طبعا المكسرات مع الشوفان مع الجنين القمح مع الموز مع معلقة العسل مع البيضتين، يعني حاجة كده بجد وهم صحية جدا، تديكي باور، يعني حاجة كده بجد تحفة. جربيها هتعجبك خالص. وبعدين على فكرة مشبعة، يعني تاخدي مثلا حتتين تبصي تلاقي نفسك بعد 3-4 ساعات على ما تجوعي. تمام. حطينا كيس بيكنج باودر وحطينا كيس فانيليا. بصراحة يعني تحفة، جربيها كده في فترة المدارس اللي جاية علينا ديت. بدل ما تعملي الكيكة العادية ديت بتاعتنا اللي هي بالدقيق، اعملي ديت بس حطي طبعا فيها مكسرات، حطيها بقى في اللانش بوكس. صحية جدا لولادنا، وطبعا ربنا يخليهم لنا، لازم طبعا نعمل حاجات صحية ليهم. الخليط بتاعنا يا بنات ما بيبقى سايل ولا بيبقى متماسك أوي، يعني وسط. بنبقى مشغلين الفرن قبليها ب10 دقايق. خلاص كده الوصفة بتاعتنا خلصت اهيت وبقت جاهزة. يا رب يكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تخشوا تعملوا لي اشتراك ولايك عشان قناتي طبعا تكبر بيكم وينزل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.